هل اسعار الشركات هتقل ولا لا؟ هيخلي السعر يقل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابي الكرام. الاسبوع اللي فات صورت فيديو كان مثير للجدل، الناس فهمته مني، في ناس فهموه بالشكل اللي انا كنت عايز اوصله، وفي ناس فهمته بوجهه نظرهم هم، لكن كان يهمني اللي انا اتكلم فيه واوضح الصوره وافهمكم الدنيا ماشيه ازاي والاسعار ماشيه ازاي في 2024، وهل المفروض الاسعار تفضل زي ما هي ولا المفروض الاسعار تقل؟ هل الاسعار مبالغ فيها ولا مش مبالغ فيها؟ هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن عشان تشوفوه تاني، لانه هو مرتبط بالفيديو ده، فمهم جدا الفيديوهين دولت ورا بعض علشان احنا بنوضح في الفتره ديت ايه الصح وايه الغلط. ناس كتير محتاره، ناس كتير عايزه تقدم على شيء وعايزه تشتري وعايزه تتحرك، فمش عارفين يعملوا ايه وعايزين ياخدوا قرار سليم، وهل اللي اشترى بالغالي ولا ايه اللي تم. خلينا نشوف الفيديو دوت ونشرح لكم التفاصيل. يلا بينا، عشان خاطر الفيديو مهم، محتاج مننا تركيز جامد جدا لانه هو مبني على الفيديو السابق. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابي الكرام. هل اسعار الشركات هتقل ولا لا؟ وهل الشركات العقاريه المفروض تقلل السعر ولا لا؟ الفيديو ده اللي احنا بنتكلم فيه تبعا للفيديو السابق اللي هو احنا اتكلمنا فيه ووضحنا الاسعار والتكاليف والامور دي كلها. طيب خلونا بس نتكلم في نقط مهمه جدا عشان خاطر واحنا بنتكلم كده تبقى حاجات محسوبه بالارقام مبدئيا، وبعد كده هقول لكم الحلول. يعني هقول لكم الحاجات رقميا وبعد كده هقول لكم الحلول. اللي بيبيع دلوقتي ثلاث انواع، لا اما اتحاد ملاك، ناس كتير بتحاول تبيع اتحاد ملاك وبالتالي بتتكلم معانا في قصه الاسعار والتقليل والكلام دوت. ناس كتير رجعت وراحت على موضوع اتحاد الملاك دوت واتجهت له، وانا وضحت فيديو هسيب لكم برده الفيديو دوت في الديسكريبشن، مهم جدا مميزات وعيوب اتحاد الملاك علشان خاطر تشوفوه. يا جماعه عشان اشتري اتحاد ملاك له ضوابط معينه، الضوابط ديت مهم جدا ناخدها في الاعتبار وننفذها. فده النوع الاولاني. النوع الثاني وطبعا بيدور النوع دوت علشان خاطر يدور على سعر اقل وخلاص، لكن وانت بتدور لازم تبقى فاهم انت بتدور ليه وايه، وهل فعلا مفيد ولا لا، وهل في الاخر الاسعار هتبقى زيها زي السعر الثاني ولا كله بيبقى واحد في الاخر. طيب النوع الثاني اللي بيشتري احتياج، اللي هو عايز يشتري دلوقتي ومحتاج ان هو يسكن او محتاج ان هو يتحرك ما يستثمرش، وبالتالي هدفه ان هو يشتري، فبيحاول يدور على شركه تكون كويسه وتراست وفي نفس الوقت سعره قليل، وده نسبته حوالي 25 او 30% من اللي بيشتري في السوق. النوع الثالث النوع اللي بيستثمر وبيحط فلوسه في الاستثمار، وده كان موجود السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا ومع بدايه السنه بشكل كبير جدا واختفى دلوقتي، فمش عارف دلوقتي يعمل ايه. هل هو اشترى صح ولا اشترى غلط؟ هل المواضيع دي كلها لازم تبقى واضحه. طيب النهارده لما باجي اشتري، انا الفيديو اللي فات قلت ان المفروض يبقى السعر يتراوح ما بين 20 21 الف جنيه، وده نتيجه قيمه الدولار مقابل الشراء اللي كان موجود في 2021، ونقدر نرجع للفيديو اللي فات والشركات بتبيع اغلى ليه. وبعد كده رجعت حسبتها، قلنا ان قيمه او تكلفه المباني دلوقتي هتخش من 11 ل 12 الف جنيه لو بنينا السنه دي على طول فورا، يعني خدنا الفلوس وبنينا التكلفه من 11 ل 12 الف جنيه، وبعد كده احنا بنقسط على 5 سنين، وبالتالي المقدم 25% بتبقى 75%، وبالتالي 75% دولت بيبقى فيه كل سنه حاجه اسمها نسبه فوائد او معامل تضخم طبيعي لكل حاجه، سواء قيمه الفايده على الجنيه او التضخم الطبيعي، فهيبقى فيه زياده 15% عن كل مبلغ متناقص بالزياده. فاحنا هنلاقي نفسنا مثلا ال 15% دولت على الخمس سنين بقوا حوالي 4000 جنيه او 5000 جنيه، على ال 12000 جنيه بقوا حوالي 17000 جنيه، وبعد كده الشركه بتبقى عايزه مكسب على فلوسها وتشغيلها وكل الكلام دوت حوالي 30%، فاحنا هنخش في حوالي 21000 جنيه. فده لو حد هيبيع النهارده بمعدل تضخم طبيعي بدون اي مجازفات وبدون اي مشاكل وبدون اي اختلاف لاسعار المباني، اختلاف طبيعي او مبالغ فيه، فاعتقد هيبقى في الحاله دي بيبيع 21000 جنيه. طب ليه الشركات بتبيع 25000 و 26000؟ لانهم خايفين، عندهم تخوف. هل فيكم حد يضمن لي او الاداره او الحكومه تقدر تضمن لي بعد سنه هل الدولار هيفضل ثابت على نفس القيمه ولا لا؟ حد يقدر يطلع يقول قرار كده؟ ما اعتقدش. وبالتالي في تخوف من بعض الشركات، خصوصا الشركات اللي عايزه تلتزم باسعارها وتفضل مثبتاها، لان في شركات باعت ب 8000 جنيه في 21 و22 و9000 جنيه وما غيرتش سعرها، وللاسف في شركات كتير جدا كان ليها اسم وقوه وللاسف غيرت سعرها ورجعت في كلامها مع ناس. والحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب ان الواحد لما كان بينصح الناس اللي نصح بيهم لحد دلوقتي ملتزمين، ما جاش ليا منهم شكاوي وما غيروش في اسعارهم، وده من فضل ربنا عليا. الحمد لله يا رب. كل اللي اشتروا
بنصيحتي او من خلالي في السنين اللي فاتوا الحمد لله ربنا كرمهم واستثمروا فلوسهم، سواء كان استثمار في قيمة الحاجة نفسها او حتى في السكن في المستقبل، ومفيش حد الحمد لله دعا عليا او شافني اللي انا وجهته اتجاه مش مظبوط. فالحمد لله ده لله الفضل والمنه، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل الناس اللي بتخش وبتقول لي المعلومات الحقيقيه وبتوجهني وبتنصحني وبتقول لي الشركات دي كويسه والشركات دي ابعد عنها. وبالتالي انا بشوف، مش بتكلم عن شركات على العام وده نهجي من زمان، لكن قدر المستطاع لما حد بيكلمني بنصحه بما يرضي الله. anyway خلينا نرجع تاني لمرجوعنا. وبالتالي لو احنا النهارده هنشتغل زي ما قلت لكم اول 19 و19 و20 و21 ماكسيمم بقى، لو تشطيبات وموقع حلو الكلام ده 22. طب ليه يا جماعه الناس بتوصل لحد 30؟ زي ما قلت لكم مخاطر، الخساره اللي خسروها قبل كده عايزين يعوضوها، التخوف من ان حاجه ممكن تحصل ويحصل مشاكل. طب ما احنا نشوف حلول، ما احنا عشان خاطر نشتغل لازم نشوف حلول، لان هو في الاخر اللي بيشتري منك النهارده بيبقى هدفه برضه يستثمر. مش معقول بيشتري زي اللي اشترى في 2020 21 22 و23 في اولها كسب وكسب كويس وربنا كرمه، سواء كان بقيمه المتر زادت او سواء كان المتبقي اللي هو الاقساط المتبقيه قيمه الجنيه فيها قلت والدولار قيمته زادت. وخصوصا ان انا اتكلمت في الفيديو اللي فات ان نسبه اللي بيشتروا بنسبه 80 او 75% من المصريين العاملين بالخارج، وبالتالي بيدخل لهم الفلوس بعمله اخرى غير العمله المصريه، وبالتالي الاقساط بتاعتهم بيكسبوا فيها مره ثانيه. anyway لو حد حس ان هو يستفاد هيقدم على الشراء، حس ان الدنيا عنده فيها خساره هيمتنع عن الشراء. هي الحياه كده. طيب ايه الحلول من وجهه نظري اللي المفروض تعملها الشركات علشان خاطر تبيع بسعر عادل، او على الاقل تقلل ريسك الخساره بتاعها وتخلي الناس تقبل على الشراء وتحسب الموضوع بشكل فيه عقلانيه، وما تخليش فيه شركات تحت السلم طالعه دلوقتي تعمل عمليه جذب للناس وللاسف الشديد يجروا وراها ويبقى عليها مشكله كبيره. اول حل من الحلول علشان خاطر الاسعار تبقى كويسه وتنزل ان يبقى، وده هيساعد فيه اللي بيشتري، لازم يبقى متصور وفاهم حاجه زي كده، ان يبقى في مقدمات اكبر من 25% وليكن 30%، والاقساط ماكسيموم 3 سنين والشركه تسلم بعد سنه ونص. ده حل. وبالتالي لازم يبقى اللي بيشتري فاهم انه هيدفع مقدم كبير وهيقسط على مده 3 سنين ماكسيمم، والشركه لازم تشتغل في الارض وتطلع الرخصه مباشره بحيث انها تسلم حد اقصى بعد سنه ونص. ده حل امن للطرفين، هيخلي السعر يقل، هيخلي الشركه تشتغل على طول، هيبقى مده التقسيط اقل. فده حل من الحلول. فالمفروض ان في ناس تبص على حاجه زي كده وتشتغل كده، خصوصا ان اصلا اتحاد الملاك بيعمل كده، بيقسط على المدد القليله ديت وبالتالي بيقدر يتكلم في السعر. لكن انت بقى كشركه ديفلوبر وشركه قويه وشركه ليها سابقه اعمال هتتكلم مع العميل بتاعك انك تاخد مقدم كبير شويه وليكن 30% او 35% دفعات، بحيث اللي انت تسلمه بعد سنه ونص، وانت بتسلمه بعد سنه ونص يكون دخلك 70% من الوحده، وال30% الباقيين تقسطهم على السنه ونص المتبقيه. فده حل انا شايفه امن للطرفين. طيب الحل الثاني اللي يخليك برضو تبيع بسعر معقول وسعر كويس من وجهة نظري، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندك ريسك كبير او ما يبقاش عندك مشكلة كشركة، اللي هو انت تقفل دور. طبعا معظم الناس قافله الروف، والروف لان الروف بالنسبة لهم هو 25%، وفي ناس بتطمح ان ممكن يبقى في ترخيص روف او الحكومة او الدولة تدي الدور الروف دوت انشاءات او مباني بالتصريح وبالترخيص بمقابل طبعا بيدفع ساعتها للدولة، وبالتالي في ناس قافله الروف. بس دوت مش هيضيع لك الريسك او هيخلي عندك امان كامل. الامان اللي يقدر يخليك تعدي من المشكلة ان انت تخلي دور مقفول، دور من الادوار الاربعة مقفول ما تبيعوش خالص، وتبدأ تعرضه للبيع لو هتبيعه وانت بتبني بالفعل. لو انت هتقسط على نظام 25% والباقي على 5 سنين يبقى انت في دور قافله بتبيع النهارده بمعدلات التضخمات الطبيعيه اللي بدون فيها اي مشاكل، ووقت الانشاءات والمباني لو الاسعار حصل فيها طفره يبقى انت في الحاله ديت بتغطي تكاليفك وبتشوف مكسبك من الدور اللي انت قافله دوت. هي بس خسارتها دلوقتي، بس خسارتها دلوقتي اهون من خسارتها بعدين. يعني انت دلوقتي هتقفل دور، وبالتالي في معظم الشركات بتحب تاخد المقدمات وتخش في ارض تانية او ما الى ذلك، لكن في النهايه خلاص الشقه ديت او الدور دوت، الدور الكامل دوت، سواء الدور دوت شقتين او 3 شقق، هيخليك تقلل ريسكك بشكل كبير جدا في انك هتبقى بعت، وبالتالي الامور مستقره ومفيش مشاكل، يبقى انت تمام زي الفل. الدور دوت هتبيعه بسعر يومه وقتها، وبالتالي يبقى مكسبك اللي انت كنت متوقعه حافظت عليه. لو في مشكله وحصل طفره في سعر
الحديد والانشاءات والاسمنت والعماله والتفاصيل ديت، يبقى انت عندك دور كامل بتسعره تسعير جديد حسب سعر السوق بعد 3 سنين وانت بتبني علشان خاطر تسلم. الكلام دوت نقطتين يوضحوا الامر بشكل فيه عدل للطرفين، وارجو ان هو يكون ده بداية خير وتفهم من معظم الشركات الديفلوبر المحترمة. أنا بتكلم مع الشركات الواعية الكويسة المدركة الفاهمة اللي أنا أقصده. في اللي هيوافق على وجهة نظري وفي اللي هيقول برضو دي فيها ريسك. anyway احنا بنتكلم في مقترحات عملية في المرحلة ديت علشان خاطر نبقى ناس عمليين، خصوصا ان اسعار المواد الخام فعلا قلت عن الاول، وبالتالي الناس بتشوف واللي بيشتري بيشوف واللي بيشتري فاهم. انت لما الدنيا كانت معاك زياده انت زودت وانا اشتريت معاك، لما قيمه الدولار بتاعتي كانت عاليه انا بشتري معاك وبخش معاك لان في النهايه فيها مكسب ليا. لكن لما الدنيا تراجعت لازم يبقى في دراسات، وانت ليك كل الحق انت كشركه ان يبقى عندك تخوف، لكن برضو عليك واجب انك تفهم وتشوف الحاجات البدايل اللي تخلي اللي بيشتري منك يحس معاك بالامان، وفي نفس الوقت برضو يحس انه مش بيشتري بالغلا قوي، وفي نفس الوقت انت تأمن نفسك. اظن انا قلت حاجتين اتمنى ان هم يتفعلوا، واتمنى ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين واستوعبوا حاجه زي كده. ولازم تبقوا فاهمين حاجه، هل اللي بيشتري الفترة دي يشتري ولا لأ؟ ده اللي هتكلم عليه في الفيديو الجاي، وهقول لكم تشتروا ولا ما تشتروش، ودي أحسن فترة للشراء ولا مش أحسن فترة، ونشتري من مين، خصوصا إن في بعض حاجات بتنزل دلوقتي وإطروحات جميلة جدا في التجمع الخامس من شركات ثقة معينة كده داخلة عاملة فرايتي كويس وشكل كويس للموضوع، وهيعملوا مدة تقسيط كويسة وحاجة زي الكومباوندات برضو. وبالتالي اعتقد ان هيبقى فيه رواج شوية الفترة الجاية لبعض نظم استثنائية في التقسيط المرحلة القادمة. لو حد محتاج مني اي معلومة تخص القاهرة الجديدة بشكل عام، بيت الوطن بشكل خاص، تفاصيل العقود، تفاصيل الاوراق القانونية، تفاصيل اللوكيشن، تفاصيل تقييم حقيقي للسعر، تفاصيل لشركات معينة والحاجات ديت كويسة ولا لا، ارسال اي حاجة عايز ياخد رأي فيها يبعت لي، احنا مع بعض ان شاء الله في 2024 الدنيا تتضح وتبقى كويسة ونفهم أكتر وأكتر ماذا يتم. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي، ولا تنسوا الدعاء لأخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. الفيديو الجاي مهم جدا جدا، تابعوه، بتاع يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.